خليك ناصح وتعلم الصح. ورقة جميلة مع قلم حطها جنبك، ايه المشكلة يعني؟ نوتس معاك، موبايل ابلكيشن ونوت عليه، كل يوم اكتب انا اكلت النهارده كذا 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 كذا، بكره كذا. تخيل ان يوم السبت لما اكلت ده في اخر الاسبوع اقعد مع نفسك وحاسب جهازك الهضمي. لما كان يوم السبت وزودنا فيه شويه ملح ولا زودنا فيه شويه جبنه او زودنا فيه شويه قمح، انا تعبت. طب السبت، طب الحد، طب الاثنين الثلاث. صحيح الموضوع بياخد وقت كبير، لكن صدقني بعد ما الوقت ده بيخلص، حتى لو بعد شهر شهرين، انت عرفت ايه الحاجات اللي بتضر جسمك في كل الانواع الغذائيه والمشروبات حتى، وامتنعت عنها في الاخر. وصلنا لطريق مسدود يا دكتور، جربنا كل حاجه زي ما حضرتك بتقول وبرضه مش عارفين. مشكله احنا نروح نستجيب للنصيحه الطبيه ونبتدي نروح لدكاتره. عندنا شويه تحاليل وحاجات ومناظير، واقدر اقول لك ان عندك حساسيه من كذا ومن كذا ومن كذا. الطريقه اللي انا قلتها لك هي طريقه بدون طبيب وبدون تدخلات من الطبيب. لو لم تستجب للطريقه الطبيعيه، احنا موجودين، تعالى شرفنا وهنشوف انت عندك حساسيه من ايه بالظبط وايه اللي بيعمل لك المشاكل، اكتر المشاكل لجهازك الهضمي. ساعات بيكون في اختبارات بسيطه هي اللي بتحدد معاك ايه الحاجه الدقيقه اللي بتخليك للجهاز الهضمي يحصل له ابسيت او ان هو زعلان منك او تعبان. الفكره اللي انتم مش واخدين بالكم منها ان جسمك بيقول لك هو عاوز ايه وعايز يمتنع عن ايه. حاول تسمع له، حاول تفهم، وما تغمضش عينك عن الحقائق اللي بتطلع لك من جسمك. عشان جسمك ليه حق عليك لازم تديله حقه.